هو ايه اللي زعلك لما لقيت الطالب الازهري قاعد مربع وجزمته مقطعه والشنطه مبهدله او الطبيب الفلاني اللي هو بيعالج الناس ببلاش فبدلته مش عارف عامله ازاي وعيادته على قدها ومفيش، والتاني معاه العربيه ومعاه الطياره؟ ايه اللي زعلك؟ عارف اللي زعلك؟ ان الدنيا في قلبك. يعني فكر انت انك اتضايقت اصلا، نقول لك تعالى بس تعالى، انت متضايق ليه دلوقتي؟ تقول ما انت شايف ده معاه وده محوش. طب انا هسالك سؤال، لو المغني ده ولا الممثل ده اللي معاه الطياره ومعاه مش عارف ايه وبتاع متصور وماسك جناح ناموسه كده في ايديه ماشي وبيشاور عليها بقى وايه ومعمول له بقى فوتو سيشن مع جناح الناموسه، وطالب الازهري واقف من غير جناح ناموسه، هتحس بايه وقتها؟ هتحس ان يعني ماذا حصل هذا؟ ولا حاجه، مش كده؟ طيب وما قدر ما قدر هذه الدنيا كلها بقى، مش العربيه والطياره والقصر والاقامه والمش عارف ايه، ما قدر هذه الدنيا، كل الدنيا عند الله قدرها ايه؟ ما تساويش جناح بعوضه. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح لو تعدل، عارفين لو تساوي ما سقى منها كافرا شربة ماء، هي ما تساويش. فاحنا مشكلتنا فين دلوقتي بقى؟ قلنا لكم قبل كده ان احنا موازيننا خربانه عاوزه تتعاير، مش كده؟ احنا بنقيس بالدنيا بموازين الدنيا، لكن الميزان عند ربنا مختلف. فيبقى اول اشكال عندك ايها المتدين، انا بكلم بقى الناس المتدينه اللي جايه مسجد وسايبه اللي وراها والاشغال والمش عارف ايه، اول مشكله عندك ان الدنيا لسه في قلبك. فلما لقيت المغني ولا الممثل ولا اي حد في الحته دي، والتاني الراجل طالب الازهري ولا الطبيب اللي على قد حاله ولا بتاع في الحته دي، عملت جواك اشكال كبير، واصلا المفروض الاشكال ده ما يكونش جواك. وبعد ما عملت الاشكال رحت رايح، اللي راح يعني بسوء ادب مع الله عز وجل، راح يعمل ايه؟ يعدل على ربنا، يحط الصورتين جنب بعض ويكتب كلام معناه انا مش موافق على الاسم دي، انا مش موافق. هتقول لا، ما انا بصراحه، ما هو فعلا بيكتب ما يقصدش ربنا ولا يخرج من الدين، يعني هو ما يقصدش ده، بس يا جماعه هو مآل الامر الى ذلك. هتقول لي ايه؟ وانا والله ما ربنا خالص، انا بتكلم عن الناس اللي ما بتعملش والناس اللي بتعمل، الايه بقى اللي كلنا حافظينها وقلناها 100 مره، ها ولو شاء ربك ما فعلوه، مش كده؟ يعني فلان اللي رفع من قيمة الفساق ونزل من قيمة أهل الدين، ولو شاء ربك ما فعلوه، مش كده؟ فطالما فعلوه يبقى شاء ربك أن يحدث ذلك، شاء ربك، يبقى إذن ده اختيار الله عز وجل القدري، ده اختياره القدري سبحانه وتعالى.